ايه اصغر حاجة في الكون؟ لو سألنا السؤال دوت معظم الناس هترد وتقول الذرات، ولكن العلماء كان عندهم رأي تاني، وكانوا شايفين ان الذرات بتتكون من حاجات اصغر فاصغر. بعدين اكتشفوا جوه النواة النيوترونات والبروتونات، ولكن مجموعة من العلماء كانش عاجبهم الكلام ده، وقرروا يعملوا تجربة عظيمة تحت الارض، واللي كان اسم التجربة لارج هاردن كولايدر او تصادم الهيدرونات. التجربه دي يا سيدي ان هم هيجيبوا بروتون وبروتون ويحاولوا يخبطوهم في بعض، بس طبعا بقوه عملاقه، فمشوها في مجال كهرومغناطيسي وقدروا يحاكوا قوه الانفجار العظيم علشان يقدر يخرج الجسيمات اللي جوه البروتون. وفعلا التجربه اثمرت وقدروا يطلعوا لنا بالفاندمنتال بارتيكلز، ومن ضمن البارتيكلز دي في جسيم قدر يثير فضول العالم، موري جيلمان. والجسيمات ديت هي الكواركس، وهي جسيمات صغيرة جدا موجودة جوه البروتون أو النيترون. وقسم لنا العالم جيلمان الكواركات ل6 أنواع، وإن أي بروتون أو نيترون لا يخلو من 3 أنواع على الأقل من الكواركات، لأن الكواركس فيها شحنات موجبة وشحنات سالبة، واللي هي أصلا مسؤولة إن هي تدي البروتون شحنته الموجبة والنيترون شحنته المتعادلة. فعلا اكتشاف الكواركس كان مفيد جدا للعلماء لأنه ساعدهم على اكتشاف وفهم وتفسير قوانين الطبيعة. وعلشان التغيير اللي أحدثه جيل مان باكتشاف الكواركات أخد جايزة نوبل سنة 1969.